السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن اللحظة اللي بنقع فيها، اللحظة اللي بنحس فيها إننا ضعاف، وإننا مش قادرين نقوم تاني، وإن كل حاجة حوالينا بتنهار. بس هو فعلا الوقوع نهاية ولا ممكن يكون بداية جديدة؟ كل بني آدم فينا بيقع وبيغلط وبيمر بلحظات ضعف. مش عيب إنك تقع، العيب إنك تفضل واقع من غير ما تمد إيدك لنفسك. عشان كده مهم تسأل نفسك، لما أقع أعمل إيه؟ أتصرف إزاي عشان أرجع أقف على رجلي؟ أول حاجة، ما تقاومش مشاعرك. لو حسيت بالحزن أو الغضب أو الخوف، اسمح لنفسك تحسه، لأن اللي بيحصل في دماغنا وقت الوقوع هو إن المخ بيدي إشارات للجسم بالتوتر والإنذار، وبيطلق هرمون زي الكورتيزول، وده بيخلي القلب يدق بسرعة، والنفس يبقى تقيل، والمشاعر تعلى. ولو فضلت تكبتها هتتراكم وتنفجر فجأة. فخد نفس، واعرف إنك مش محتاج تكون كويس على طول. وبدل ما تهرب، اسأل نفسك، إيه اللي واجعني فعلا؟ الدماغ ساعات بتهول وبتفسر حاجات صغيرة كأنها نهاية العالم، بس لما بنسأل نفسنا ونفكر شوية، ساعات بنكتشف إن اللي حصل مش بالحجم اللي احنا حسينا بيه. ومن هنا نروح لحاجة مهمة جدا، اكتب اللي جواك. مش لازم تكون كاتب، هي ورقة وقلم كفاية. لما تكتب اللي حاسس بيه انت كده بتساعد مخك يفهم المشاعر ويفصل بينها، وده اسمه التنظيم العاطفي، وده بيقلل التوتر. جرب تكتب لنفسك كأنك بتكتب لحد بتحبه، وشوف هتحس بإيه. وبعدين سجل نجاحاتك حتى الصغيرة. مخك بطبيعته بيركز على السلبي، بس لما تفتكر إنك عديت بمواقف صعبة قبل كده، ده بيقويك وبيفكرك إنك قادر. ساعات بتكون كلمة شكر قلتها، أو حتى إنك قمت من السرير الصبح رغم التعب. كل دي انتصارات تستحق إنك تفتكرها. وبرضه رجع جسمك للحركة، المشي أو حتى شوية تمارين خفيفة بتفرز مواد في جسمك زي الأندروفين والدوبامين، وده بيساعد على تحسين المزاج. ولو معرفتش تمشي، افتح الشباك وخد شوية شمس وبص للسما. وواحدة من أهم الحاجات، ارجع للشخص بتحبه وبيحبك. الكلام بيريح، مش لازم ياخد منك ساعات. ممكن بس تقول أنا محتاجة أتكلم، أو حتى أنا مش في أفضل حالتي. وإن ما لقيتش حد يسمع لك، اسمع لنفسك وسجل صوتك واحكي اللي حصل واسمعه بعدين، وهتتفاجئ إنك هديت. وفي الآخر، ما تحكمش على نفسك بقسوة. انت بني آدم، والبني آدم مش لازم يكون كامل. كل وقعة هي تجربة، وكل تجربة هي درس، وكل درس بيخلينا نكبر. صدقني، مش مهم وقعت قد ايه، المهم انك تبص على الأرض وتشوف نفسك وانت بتقوم. كل مرة هتقوم فيها هتلاقي عضلة في قلبك بقت أقوى، وهتكتشف انك مش محتاج تبقى بطل خارق عشان تكمل. كل اللي محتاجه تكون بني آدم بيحاول. خد وقتك وارجع لنفسك بحب. لسه في أمل، ولسه قدامك طريق، وانت تستحق انك تكمله.